السلام عليكم يا ابطال. الحمد لله الفيزياء عدت، كانت ماده تقيله سواء في ليالي الامتحان اللي كان وقتها ضيق او حتى في الامتحان نفسه. الحمد لله ان هي عدت، وانتم ابطال بجد ان انتوا عدتوها. وانا ما شفتش الامتحان، بس كالعاده هقول لكم سواء كان صعب او حتى متوسط، اهدوا ما تراجعوش، انتوا عملتوا اللي عليكم وربنا مطلع على تعبكم ومش هيضيع سهركم وتعبكم في ليالي الامتحان. ننتقل بقى للمحطة الثالثة وهي الإنجليزي طبعا السنة دي بقى ب60 درجة، وهو مادة تجميع درجات، فبالله عليكم ما تضيعوش من إيديكم. المادة عبارة عن كلمات وجرامر والمهارات والقصة، هنتكلم عن كل جزء فيهم والتركات المهمة اللي أنا كنت بعملها في ليالي الامتحان عشان ألمها. أول حاجة وهي كلمات، واللي للأسف بتنساب على عائق الطالب بشكل كبير، لأن المدرس هو اللي بيسيب لك مهمة حفظ الكلمات. فعشان كده أنا لقيت منصة مربوطة منزلين عندهم فيديو إن هم هيعملوا زي كورس مراجعة للكلمات الترم الأول والترم التاني والقصة، وكمان 1000 كلمة إضافية كحصيلة لغوية. يعني مش لازم تحفظهم كلهم، أكيد تحفظ اللي تقدر عليه منهم. كل ده ب50 جنيه خلال يوم، طبعا بكره وبعده هيزيدوا عن 50 جنيه، بس دي فرصه لقيتها حلوه فقلت اقول لكم عليها. في اخر الفيديو باذن الله هقول لكم ازاي تشتركوا في المنصه، عشان ناس كتير كانت يعني كاتبه ان هي مش بتعرف تشترك. هتسهل عليكم كتير، وغير كده موفر لكم كمان البي دي افات للكلمات منظمه من حيث الاولويه، اللي هو الكلمات الرئيسيه في كل وحده، وبعد كده الحاجات اللي هي بقى الاقل اهميه في الاخر، بحيث ان هم يخلوكم دماغكم مترتبه من الاهم للاقل اهميه. اول ما تفتح البي دي اف هيبان معاك بالشكل الجميل ده. عندك مثلا الكلمه دونيت، معناها تحتها يتبرع، مفتاحها دونيت اللي هي حلوى الدونيت، والرابطه وصوره معاها بيقول لك حلوى الدونيت بتتبرع بدمها لحد. نخش على الصوره اللي بعديها، هتلاقي كلمه اوبريت اللي معناها يعمل عمليه او يشغل ماكينه، ومفتاحها الاوبريت اللي هي الاوبرا، وعندك صوره بتقول لك دكاتره بيعملوا عمليه للمريض داخل الاوبرا. كده انت عرفت ان اوبريت معناها يعمل عمليه. عندك كلمه ديب معناها عميق، ومفتاحها ديب، وهتلاقي ديب عندك واقع في حفره عميقه. وكمان بعد كل كلمه من كلمات المنهج الاساسيه هتلاقي شرح ليها، وكمان بيوريك شكلها بيجي ازاي في الامتحان، مضادها ومرادفتها، وكمان مشتقاتها ومستخرجاتها، بحيث كل كلمه تحفظها تحفظ بسببها 4 كلمات. يعني عندك ديب هتحفظ ديبلي وديبث وديبن، كده انت في التمام. وطبعا حاجه زي دي كان لازم اقول لكم عليها، لاني هلاقي في الكومنتات كتير جدا بيقولوا ان هم مش بيعرفوا يحفظوا الكلمات وان هي صعبه عليهم، فدي حاجه هتسهل عليكم كتير وتوفر وقت كمان للقواعد والمهارات اللي محتاجه وقت اكبر شويه. انا كنت بحل من مصادر معينه، اللي هو العمالقه اللي كانوا بينزلوها في ليالي الامتحان، كانت بتنزل بي دي افات كده، هنشرها لكم على قناه التليجرام، اللينك في الوصف واول تعليق على الفيديو. والبي دي افات دي اللي كنت معتمده عليها بشكل اساسي، وكان باقي معايا شوامل من كتاب سنيور بي دي اف على التليفون او على اللابتوب. فبالتالي كان معايا ورقه كده كل كلمه اختارها اكتبها علشان اثبت حفظها اكتر، ولو كتبتها في الباراجراف بتاعي ما غلطش في السبيلنج بتاعها. وتاني حاجة واللي كانت عقدتي هي المترادفات والمتضادات. حليت العقدة دي ان انا كنت كل مثلا جملة فيها مترادف او مضاد، هو بيبقى طالب يا اما المترادف يا اما المضاد، فاكتب بقى اللي هو ما طلبهوش. هو طلب في الاختياري بتاعي مرادف كلمة، انا هسمع مع نفسي كده طب المضاد بتاعها كان ايه. تاني فرع هو القواعد، انا اعتمدت على كتاب العمالقة لان هو كان مجمعها بشكل جميل جدا، وكل التريكات كانت موجودة فيه حرفيا. فلو انتوا لسه هتذاكروها لاول مرة، او حتى عندكم قابلية ان انتوا تذاكروا من كتاب تاني، ذاكروه من كتاب العمالقة، تحفة ويعتمد عليه. لكن لو انتوا مثلا متعودين على مصدر اساسي، خلاص عادي ذاكروا منه لو انتوا عايزين تثبتوا الحفظ اكتر من المصدر اللي انتوا كنتوا مذاكرين منه من اول السنه. وبرده يا جماعه ما تعقدوش نفسكم، حاولوا ان انتوا في القواعد، يعني مثلا الدرس ليه قاعدتين اساسيتين وملاحظات كتير بقى. في المره الاولى وانتوا بتذاكروا انتوا مش فاكرين كل الكلام ده، فذاكروا الاول القاعدتين الاساسيتين دولت وحلوا عليهم، وبعد كده وانتوا بتحلوا على الدرس هتلاحظوا بقى الملاحظات الجديده والحاجات اللي انتوا كنتوا ناسيينها، الملاحظات الكتيره اللي انتوا كاتبينها والكلام ده كله، اللي هي انا بسميها حكيش، الحاجات اللي هي زياده اصلا عن الاصل في الكتاب، فاهميني؟ فحاولوا ان انتوا تركزوا اصلا في المذاكره الاوليه عن القواعد الاساسيه في الكتاب، القواعد الاساسيه لكل درس، وركزوا على قاعده المبني للمجهول وقاعده الضمائر الوصل اللي هي تقريبا في الوحده ال11، لان دول بيكرروا في كل امتحان، وضروري هتلاقوا اصلا المبني المجهول عندنا كان 3 اسئله تقريبا ب6 درجات في الامتحان بتاعنا. فمهم جدا جدا ان انتوا تاكدوا على القاعده دي. كل سؤال تحلوه تكتبوا في ورقه قدامكم كده القاعده دي كانت ايه. القاعده عن الفريزال فيربس اللي ده بياخد طول مصدر، فاكتبوا ايه الافعال اللي انتوا فاكرينها كمان بتاخد طول مصدر، بحيث ان انتوا تجمعوا اكبر قدر ممكن من المعلومات. لو انتوا مش فاكرين الحاجات دي وانتوا بتحلوا عادي افتحوا الكتاب وشوفوا، بحيث ان انتوا تمرنوا دماغكم ان هي تشوف المعلومه اكتر من مره. مهارات وقصه الصراحه ما كنتش مهتمه بيهم قوي من اول السنه، فبالتالي كان لازم ان انا اظبطهم ليالي الامتحان. كل اللي انا عملته ان انا جبت لهم فيديو على اليوتيوب، كنت بسمع مستر عبد الحميد حامد ودكتور انجلش، وكمان مدرس اسمه عبد الهادي بازيد، بس هو
دلوقتي مش هعمل محتوى كتير اعتقد. بس المهم يعني ان انا كنت بسمع مش كل الحاجات اللي بينزلوها، زي ما قلت لكم انا كنت ضعيفه في المهارات وقصه، فكنت بسمع حاجات معينه من كل مدرس بحيث ان انا اظبط الاجزاء دي معايا. كنت بسمع الفيديو وبعد كده ابدا ان انا احل كتير. كنت بحل برضو من PDF العمالقه، كان مظبط معايا الدنيا دي خالص. وبالنسبه للقصه برضو سمعت الفيديو بتاعها وحفظت الكلمات، واللي بالمناسبه برضو منصه مربوطه عاملين الكلمات دي ضمن الكورس بتاعهم. PDF بتاع العمالقه كان فيه تقريبا حوالي 200 سؤال على قصه، فمسكتهم حلتهم. اللي معرفوش ارجع للقصه واشوف ان انا اجاوبه ازاي. وصدقوني اي اجابه بتكتبوها ما دام هي منطقيه ومناسبه للسؤال بتبقى مقبوله، لان السؤال يعني هو مش بيسالك مثلا في موقف من القصه او حاجه حفظ، فاي اجابه منطقيه تكتبوها وصحيحه لغويا باذن الله هتتحسب صح. اما بالنسبه للترجمه فكنت بحلها بالاستبعاد. خلي بالكم برضو من علامات الترقيم في الترجمه، لان مثلا في اجابات بتستبعد لان علامات الترقيم اللي فيها غلط، فحاولوا ان انتوا تركزوا على درس علامات الترقيم. اما بالنسبه للباراجراف بيطلب من 6 ل 9 سطور، فباذن الله بيكون كويس. ولكن انا اللي انا كنت بعمله ان انا كنت بعمل صفحه مسوده كده بكتب كل الافكار اللي عندي عن الموضوع بالعربي. يعني مثلا بيتكلم عن التلوث فاكتب ايه اسباب التلوث، طب ايه هي المنشآت اللي ممكن تعمل تلوث، مثلا العربيات، المصانع، رمي القمامه وهكذا. اكتب الافكار بتاعتي بالعربي وبعد كده اترجمها للانجليزي. الجمل اللي انا عاملاها صحيحه، الافعال اللي انا حطاها صح. لو في مثلا كلمه انا مش عارفه اجيب معناها احط بدلها كلمه تانية. اتكلم عن الوظائف وان الوظائف دي بتخليك اكتر اهليه ان انت تتقبل في الشركات الكبيره. بدل ما اكتب it makes you more qualified to be accepted اكتب after learning soft skills you will be accepted easily. فبالتالي انا بدلت الجمله من جمله هتبقى صعبه عليا او كلمه انا مش فاكره السبيلنج بتاعتها. خلي بالكم بالنسبه للقصه حاولوا ان انتوا وانتوا بتجاوبوا مثلا على اي سؤال لو انتوا فاكرين مواقف من القصه خاصه بالسؤال ده، حتى لو انتوا هتصوغوها بطريقتكم برضو اكتبوا المواقف دي. بالنسبه للباراجراف حاولوا ان انتوا ما تشخبطوش. انا تقريبا شخبطت مرتين ودي حاجه كانت مضطراني شويه. هي مش هتنقصكم ولا حاجه، ولكن ما تشخبطوش زياده عن 3 كلمات او 4 كلمات في السطر عشان ما يعملكوش مشكله. يعني اصلا خدوا وقتكم واكتبوا زي ما قلت لكم الموضوع بالعربي وترجموا كل كلمه للانجليزي. الكلمات الصعبه بدلوها بكلمات اسهل واكتبوا الموضوع كامل خالص في البوكلت وبعد كده انقلوه بقى لما تطمنوا وتتاكدوا من كل حاجه وهي القطعه. حاولوا ان انتوا تقسموا القطعه لباراجرافات. يعني انا الاول كنت بمسك المسطره واعمل بين كل باراجراف والتاني سطر كده بحيث ان انا اقرا الباراجراف ده واكون مركزه فيه كويس، واي كلمه صعبه تقابلني او انا مش عارفاها او مش مخبطه عليها وباذن الله مش هتاثر على المعنى العام بحيث ان انا افهم الباراجراف ده على ايه. عشان ساعات الكلمه الصعبه او اللي انا مش عارفاها ديت بتسد دماغي وما بقاش عارفه ان انا امشي في الباراجراف ولا افهمه. اياكم تغيروا اجاباتكم ما دام انتوا اصلا مش متاكدين 100% من الاجابات التانية، فليه تغيروا اجاباتكم الاولى؟ فاهميني؟ انا حصلت لي كده ان انا كنت عايزه اغير سؤالين، فقلت لنفسي خلاص انا هغير سؤال والتاني هسيبه، وبالفعل اللي انا غيرته طلع غلط. لو كنت غيرت التاني كان زمانه كمان هو طلع غلط ونقصت اكتر. فحاولوا ان انتوا تتمالكوا اعصابكم، مش من كتر المراجعه تخليكم بقى عايزين تغيروا الاجابات، عشان ده اللي حصل لي فعلا. ما تتخضوش ان القطعه تبقى واخده الصفحه كلها، لان ده اللي حصل لي. ان انا مثلا كنت بحل في البوكلت العادي كانت القطعه بتبقى ملمومه كده في نص صفحه ولا حاجه، لكن في بوكلت اخر السنه الكلام عشان بخط اكبر كانت واخده الصفحه كلها فاتخضيت في الاول. فلا ده عادي جدا. عندنا كلمه اسمى في القطعه كانت قطعه طبيه فانا ما كنتش عارفه يعني ايه اسمى، فقمت عامله عليها دايره كده لحد ما افهم القطعه بتتكلم عن ايه. لقيت ان هو عمال يقول كحه وما اعرفش ايه، فقلت اذا هو مرض اسمه مرض سين ايا كان بقى، وكملت القطعه والحمد لله الموضوع عدى على خير. اخر يوم قبل الامتحان كملت الحاجات اللي بقيالي وقعدت احل شوامل من باب التسهيل عليكم علشان عرض ال50 جنيه ده ما يفوتكوش النهارده. هقول لكم ازاي تشتركوا في منصه مربوطه. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وفادكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وبس مع السلامه.